صباح الخير على كل اللي بيتابعني، ازيكم عاملين ايه؟ طبق اليوم هنعمل مع بعض فراخ محشية بالرز. وهقول لكم على تركات بقى طعم الرز اللي بيكون محشي جوه الفراخ دي والسر بتاعه ايه. هقول لكم على كل الخطوات وكل الحاجات التركات اللي زيه زي نفس الطعم اللي انتوا بتاكلوه بره بالظبط. هتلاقي نفس الفرخة المحشية اللي انتوا بتاكليها بره واحلى واطعم كمان. تعالوا معايا يلا بينا اقول لكم على الوصفه سوا وامشوا معايا خطوه خطوه. وزي ما متعودين طبعا احنا بنعمل وصفه الاكل بطريقه سهله جدا ومبسطه وما بتاخدش معاكي اي وقت خالص. اولا هنا هتجيبي الفراخ، طبعا عدد الفراخ اللي انت عايزاه تعملي 6 10 اللي انت عايزاه. انا هنا عامله فرختين بس، غسلتهم طبعا كويس بالميه والملح والليمون وبعدين حطيتهم في المصفى يتصفوا. اهم حاجه دي خطوه مهمه جدا، ان يتصفى من اي نقطه ميه فيهم، ما يبقاش فيهم ميه خالص. وهنا عندي الرز اللي انا هستخدمه في حشو الفراخ. طبعا كميه الرز على عدد الفرخات اللي انت هتحشيها. فانا هنا هحشي فرختين بس، فانا عامله كميه قليله من الرز، مش مستخدمه كتير. وهحتاج هنا بصلايه متوسطه زي ما انتوا شايفين كده. هنا انا بشرتها بشر ناعم، جبت حله يعني لسه مشغلتش نار ولا حاجه. الحله بشرت البصلايه دي بشر ناعم، وحطيت عليها قرن فلفل حامي بشرته بشر ناعم برضو. وهنا نزلت نص معلقه فلفل اسود، وحطيت هنا معلقتين زبده زبده صفرا بقى زبده بيضه، زي ما انتوا عايزين زي ما تحبوا استخدموا الزبده اللي انتوا عايزين تستخدموها. المهم هتستخدموا هنا زبده مش زيت، اي نوع زبده مش مختلفين. وهحط هنا مرقه دجاج تمام على المكونات دي، وهشغل النار وهقلب. طبعا لو مش عايزين الرز يبقى حراق قوي، انتوا تقدروا تستخدموا نص قرن الفلفل الحامي بس. الفلفل الحامي بيديها طعم، فنص الفلفل الحامي نص القرن برضه هيديكي نفس الطعم، مش هيبقى يكون حراق معاكي خالص. فتقدري تستغني هنا عن ان هو قرن فلفل كامل. هنقلب الوصفه هنا على النار، الخلطة دي على النار. وبعدين هننزل بالرز المغسول، هنا طبعا غسلتيه وصفيتيه كويس. هتنزليه هنا على الخليط ده وتفضلي تقلبي فيه لحد ما يبقى لون الرز بالجمال ده. طبعا هتزودي الكميات زي ما انت عايزة، لو هتعملي عدد اكبر زي ما اتفقنا. وهننزل هنا عليه بالمية زي ما بتسوي سوى الرز العادي الرز الابيض. هننزل عليه بالمية، وطبعا احنا مشغله النار هنا وعالية اهو. زي الرز العادي المية تكون مغطية الرز زي ما بنسوي الرز. وهنا الملح انا ضفته. طبعا انت هتضيفي الملح برضو وهتزودي الملح، هتقللي نسبة الملح زي ما انت عايزة زي ما هتدوقي طبعا. تمام. وهتسويه سوا الرز العادي. هنا هو استوى معايا اهو. هتسويه طبعا سوا كويس، لان الفراخ بتتسلق يعني اسرع على طول ومش بتاخد وقت زي الرز. فالرز طبعا محتاج هنا يكون مستوي معايا، بس ما يبقاش مهري طبعا. وهنا دي ميه الفراخ انا حطيتها الميه طبعا وعليها الملح والفلفل الاسود والبصلايه. هنا الفراخ اتصفت معايا خالص اهي. وهنا مستعدين نحط بقى الرز ونحشيها اهو زي ما انتم شايفين كده. الفرخه بتكون مفتوحه طبعا من هنا اهي. هنحشي بقى فيها رز، بس مش هنحشي طبعا كميه كبيره عشان ما تفرقعش معايا. هنحشي كمية على القد كده، المهم ما تبقاش الفرخة منفوخة قوي فما نقدرش ان احنا نعمل حاجة فيها، يعني ما نقدرش نقفلها. هنا هستخدم خلة السنان العادية اللي هي الخشب دي اهي. هقفل بيها الفتحة اللي هي بتاعة الفرخة دي. هنفضل ندخل من ناحية ونقفلها بالناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده معايا اهو. ركزوا معايا كده. طبعا جلد الفراخ بيبقى رخم كده شوية. المهم هتقفلي الفرخة بنفس الطريقة اللي انا بقفل بيها كده، مش هتفتح معاكي خالص وهتتسلق معاكي، والرز هيفضل جواها ومش هيخرج خالص اهو كده. زي ما انتم شايفين انا عمالة اقفل فيها اهو. بصوا هنا الحتة دي بتبقى تخينة شوية، محتاجة كده تعافري شوية معاها. بس المهم هتاكلي اكلة حلوة لو عندك ضيوف بقى. العزومة دي هتشرفك طبعا. بصوا اهي الفرخة كده اتقفلت معايا خالص، قفلتها اهو. خلة السنان ما بتفتحش خالص يا جماعة. هنيجي بقى من فوق هنحشي برضو كده تحت الجلد معلقة رز هنا ومعلقة رز هنا، بتديها طعم يجنن. زي ما قلت لكم طبعا الخليط اللي معمول مع الرز مع الفرخة بقى كده لما تتسلق وتيجي تتحمر بتديها طعم جنان، بتبقى حلوة جدا اهو. حطيت كده انا الرز من فوق. طبعا هنقفل برضو
الفرخة من فوق زي ما انتوا زي ما قفلناها من تحت عشان ما تنزلش الرز وهي بتتسلق. فما تنسوش تقفلوها من فوق، فبنقفلها من فوق ومن تحت كويس ما يبقاش فيها اي فتحة. هنا المية بتاعت سلق الفراخ غليت، وهننزل الفرخة هننيمها على بطنها زي ما انتوا شايفين كده. هننيم الفرخة على بطنها. تمام، هنا اتسلقت معايا خلاص وطلعتها، هي مقفولة هي زي ما هي، مفيش رز بقى ولا خرج ولا حاجة. وهنا جبت الطاسة على النار وحمرتها في الزيت زي ما بنحمر الفراخ العادية. وهنا بقى المنظر الجميل ده. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس.